أطلب أريد أفتهم هذا على قولتهن الفرخ بلهجتنا مو تروح من ذاك الرأي، الفرخ يعني الصغير، فرخ الحمداني يقول أنا بصراوي، فيعني من حمدان، بس أنا رسالة تندل حمدان، عويسيان تندله، يوسفان تندله، مهجران، أبو اليوزي على قولتهن بالجنوب، أبو الخصيب جسر أبو اليوزي، محيلة تندله، كوت الزين تندله، بس لقبك الحمداني. وتتهجم على العراقيين، وما أدري بال82 أعطاك النظام السابق جنسية. أنت رجال مع اعتزازنا واحترامنا للشعب الفلسطيني، أنت رجل فلسطيني ما لك علاقة بينا. هسه أنت حتى لو فلسطيني نريد نعرف أصلك، من عكا، من يافا، من حيفا، من غزة، من شو اسمه؟ هاي كرم شوية صعب عليه، خليها من على صفحة. اريد نعرف انت منين، بس قل لنا انت منين حتى نشوف كبيرك منو، نحكي وياك رادود الك. بس انا اعرف كبيرك صاحب القناة، عنده عشيرة، عنده، نعرفه كبيرك. ولكن اكو واحد شيخ، فاعتبر لكم هاي السالفة، اجلكم الله عنده كلب، والكلب انواع، اكو كلب زينة، واكو كلب سلوقي، واكو كلب ولاية على قولتنا ما يعض ينام بالفياي، واكو كلب كيناين هذا غالي، واكو كلب مشلوب. فانت من النوع شنو كلب مشلوب مثلا؟ هذا الشيخ عنده كلب مشلوب، اي واحد يتعدى هامشه، اي واحد يتعدى عارضه، يروحون يشتكون عليه، هذا اكل وادم، قال بويا هذا مشلوب ما عليه عتب، يا عمي سوي له شاره، لا بويا مشلوب ما عليه عتب. ذاك اليوم ويشوفون لك الكلب ماطل الشيخ، الحقوا لي تعالوا لي، قال لا بويا هذا مشلوب ما عليه عتب. فالمشلوب ما عليه عتب، والمشلوب خاف يعض صاحبه. فويا يا الخشلوق يا بعد عمك مباشر، هذا المشلوب. وانت طبعا انت رجل المخابراتي وما شاء الله تعرف بالمخابرات وتعرف شلون تمشي الامور. ما يصير انت حاط لك مشلوب اليوم تجاوز على الاعلاميين ويغلط على الاعلاميين. لا خاف يقول لي واحد شلون مو بالمخابرات، انا طلع لكم مثيق رجال بالمخابرات وباليونان كان فالرجل مخابراتي تعرف، سوى نفسه عريفه، يوم يطلع يسب العراقيين ما ظل واحد ما سب. هذا ترتيبك باليونان، هاي سجق لا القضيه دول انفضحوا الويان نوبه، القامه الويان فضحوا. ها ترتيبه وباليونان شوفوا هذا، هاي مال المخابرات، هاي افادك حبيب قلبي، شيلها اسال الناس اللي وياك خاف يطلعون. فانت وعندنا مال ويكليكس تامرك مع السعوديه، فانت يا عمي حاط لك كلب مشلوب يغلط على العراقيين، وانت من تكون ايها النكره حتى تحكي على العراقيين؟ طبعا انت ما تمثلنا ولا راح تمثلنا ولا راح اراويكم مثلا، لا قلنا هي مهدي عنده شويه ولا عندي شويه ولا اريد اعرفه، بس راح احكي لكم افلامه. هسه راح احكي لكم الافلام مالته وين المخابرات السعوديه ايش قايله المخابرات السعوديه، راح اقرا لكم خاف ما تقرون. هاي يمي، طبعا المخابرات السعوديه شهر الرابع 2015، هاي طلعوا لنا اياها. يقول المخابرات العامه، يقول خصوص تكليف القياده رقم 22 بتاريخ 29/3 حول اعداد مجموعه مدربه للخطه المقترحه سرور 4 اسمها. بهذا توصيات اجتماع الثالث وتم بحضور ممثل خادم الحرمين الشريفين في القاهره سعاده السفير حمد القطان والسيد كريم حمزاوي المدير المفوض لشركة وينت سوشيال العلاقات العامة، والمندوب المعتمد للفضائية البغدادية القاهرة شارع اليمن مديرية أمن الجيزة، والمتعلق ببث البرامج الحوارية المختصة بالشأن العراقي ودول الخليج العربي. تقرر ما يلي: أولا
التركيز على محتوى برنامج استوديو التاسعة بشكل أولي، يعرض كل يوم عدا السبت مساء، الإعادة كل يوم 5 فجرا، والمرفقة تفاصيله في الوثيقة 13 باء في هذه المراسلة، والعمل على إعداد خطاب يتناسب مع الظروف المحيطة بالمنطقة يمثل به: أولا أبعاد الرأي العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص عن تطورات الشأن الداخلي العراقي، وخصوصا المتعلقة بعمليات ميليشيات الحشد الشيعي يعني الحشد الشعبي ما يقدرون يقولون وتترد على حساب منظمة الدول الإسلامية الإرهابية، صارت الدول الإسلامية الإرهابية، ومن خلال التركيز على مشاكل اجتماعية كالماء والكهرباء والنفط والأمن إلى آخره، مما يؤدي لحجب الرأي العام عن اتخاذ بالتطورات المشار إليها إعلاه. باء العمل باستهداف رؤوس الحكومة الحالية في العراق بما يسهم بتشتيت ثقة الرأي العام العراقي بتلك الرؤوس، والعمل على أبرز أسماء صامدة تحضر الانتخابات البرلمانية ل 2018، والرؤوس هم حيدر جواد العبادي، نور كامل المالكي، بهاء حسين الأعرجي، هادي العامري، عادل عبد المهدي، أحمد عبد الهادي الشلبي، أخضير الخزاعي، بالإضافة إلى ما ورد من أسماء ومناصب في الوثيقة 3 باء المرفقة في هذا المرسل. ما حصلنا الوثيقة 3 باء. بينما يبدأ العمل بتطبيق البرنامج على ابتداء من الأول من 15 وصولا إلى آخر سبتمبر 2015 تحت عنوان سرور 4. من راح يكفل هاي المهمة؟ يتكفل اللواء المتقاعد محمد صباح أبو العينين بإعداد البرنامج التطبيقي لعملية سرور 4 في مراسلة تضمن المراحل الزمنية والخطوط العملية تبقى على أن تقدم في فترة 10 أيام، وتقبلوا فالشكر والاحترام. طبعا هاي وثيقة، فبدت ملامح هذا المشلوب تبين بالبلد، فملامح بينت، واليوم تجاوز على هذا المشلوب. طبعا ذاك اليوم طلع يصيح قال شرد المالكي، وطلعوا سبتايتل هروب المالكي إلى إيران. رجع المالكي من إيران قال ما لجوء، أساس هو موجود لأن الخشلوق مخابراتي فيعرف كل الأمور، فالمخابرات يعرفون بما أنه قاعد باليونان، يعرف يعني المخابرات باليونان، وقمر على الفضائية مالته المرة تباوع من دخل الغرفة من راح يتفرجون على الاستوديو وهم باليونان. فقال له رجع، احنا عندنا مخابرات، عندنا المهم، بس احنا مخابراتنا الشعب اقوى من مخابراتكم. اسمع، انا راح اسولف لك مخابرات، بس بعدين اسولف لك شلون المخابرات مالتنا. اجى مرة ثانية طلع كان يقول قاسم سليماني باجتماع التحالف الوطني، ودخل العبادي وقال له اطلع انت شكو هنا وشكو ما. طلعت كذب، لا موجود قاسم سليماني ولا داخل التحالف ولا له علاقه، وقال لا وصيح. راح اسالك سؤال تشلب المشلوب، احنا هم عندنا مخابرات، بس يا سبحان الله انت موجود بس انت ما تعرفني. كنت جاي اخذ اجور مسلسل بالسومريه موجود، شو اسمه المسلسل؟ مبروك ولكن، صورناه بعمان وجاي ياخذ اجور. الغرفه ام القزاز تتذكرها بالسومريه الموجوده؟ تتذكر من شباك عماد ابو السديم شلاليق الونسيت من جابوك، احنا مثل ما انت تقول، بس هاي مضبوطه. شلاليق وطحت بالممر ونزعوك الباج وشلاق اخير وانشق بنطلونك طلعت مثل الكلب المشلوب برا. ليش؟ لان قالك شلون تخابر شفيق انك من اربيل، وكنت قابض فليسات مسوي فيلم شو اسمه، مسوي فيلم الملا جلال الملا البرزاني وماخذ فليساته، وطردوك وبقت القطعه مالتهم اللي طاك اياها البرزاني، طاك اياها بقتها وشردت رحت. احلفك بامك المرحومه ام نور، ام انور شهيده هي اللي مرحومه، مو طقوها بسيف. يلا عوف على الموضوع. فيا عمي عوف العراقيين وعوف الناس العراقيين، ولا تندق بينا. انت شو ورطك بينا؟ احنا لساننا باشط، احنا ما نخاف الا من الحق.
انطلعك منين وذكرك شلون كنت ويا اليمنيين، شلون تلقلق يم اليمنيين ولابس لهنا وتاكل وتشرب قات وياهم، وشلون امك ذبحوها بايام تتذكر بالتسعين اللي ودن كان عاهرات العفو اسف جدا اسف اخواني. فيا عمي انت ما تمثل العراقيين ولا تمثل الشعب العراقي، انت اذا بيك خير هذيك فلسطين وروح حررها، روح قاتل، بس عم فلسطيني ملقط تطلع انت. فيا عمي عوف العراقيين، لا تظل تأجج الشارع